اسم جديد وشكل جديد للقناة. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من سكوير بيكسل لابس. والنهارده هنتكلم على الاصدار الجديد من الاي او اس 18.2 والنسخة دي اللي هتنزل للناس في شهر 12 اللي جاي، ولكن هي حاليا متوفرة للمطورين. والنسخة دي تعتبر اهم نسخة من نسخ الاي او اس 18 لان دي فيها خلاصة الابل انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. طب ايه الجديد اللي فيها؟ تعالوا نشوف مع بعض. من اكتر الحاجات اللي منتشره حاليا في موضوع الذكاء الصناعي هو الجنراتيف ايمجز، وهو فكره ان انت تقدر تحول كتابه بسيطه لصوره، ودي حاجه شفناها في ميد جورني او شفناها في دالي من اوبن اي اي. وحاليا ابل عملت ابلكيشن اسمه بلاي جراوند، وده هتلاقيه في اي او اس 18.2. والابلكيشن ده هيديك انترفيس بسيطه جدا تقدر تكتب فيها التكست اللي انت عايزه ويحوله لك للصوره بناء على الديسكريبشن او الوصف اللي انت كتبته. يعني لو جينا مثلا كتبنا car flying in space، اول ما تضغط هياخد وقت يعمل بروسيسنج شويه، وبعد كده هيديك امثله على الديسكريبشنز اللي انت كتبته او الوصف اللي انت كتبته. فزي احنا شايفين عاطيني صوره عربيه طايره في الفضاء او في السماء، بس هل مثلا ده اللي انا عاجبني او ده اللي انا عايزه او مش هو ده اللي انا عايزه؟ طبعا على حسب الوصف اللي انت هتوصفه الصوره هتتحدد، وكمان على حسب انت ممكن تختار. هو عطيك تحت ستايلز ممكن تختار منها، يعني انت مثلا ممكن تختار انا عايزه في السبيس مثلا، كاتب له سبيس بس هو ما حطالش، بس هو عطاني اوبشنز تانية ممكن اختار. او انا مثلا عايز يكون الجو فانتسي شويه، يبقى جو خيالي شويه، الخلفيه او المنظر يكون خيالي شويه. فزي ما احنا شفنا عطاني صوره قلعه موجوده واشجار وحاجه، عطاني جو فانتسي وجو خيالي شويه. فهو على حسب الستايل اللي انت عايزه تقدر تختاره، وعلى حسب الديسكريبشن والوصف اللي انت كتبته بالظبط، على اساسه هيديك الصوره. وطبعا ممكن الصوره دلوقتي ما تكونش احسن حاجه، بس مع الوقت الحاجات دي بتتحسن والماشين ليرنينج بيتطور، وهتلاقي ان الصور دي مع الوقت بتبقى احسن بكتير. بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخد بالك منها ان انت هتلاقي طبعا بسبب حقوق الملكيه، فانت مش اي حاجه هتكتبها هتظهر وهيرضى ينفذها لك. احنا لو كتبنا مثلا العربيه، قلت مثلا انا عايز براند معين سواء تويوتا او كيا او مازدا، مش هيرضى يطلع لك حاجه زي كده، علشان ليها لو في حقوق ملكيه للوجو للشخصيه. مثلا لو انت عايز تستخدم شخصيه كرتونيه او شخصيه من فيلم معين، ممكن ما يرضاش يستخدمها عشان الملكيه الفكريه. بس دي تعتبر البلاي جراوند او الجنراتيف ايمجز في الاي او اس 18.2. تاني حاجه من الحاجات اللي هنتكلم عليها في الاي او اس 18.2 واللي ممكن ما تكونش مهمه او عمليه قوي، بس هي ممكن تكون بتعبر عنك اكتر وبتعبر عن المواقف اللي انت بتعيشها كل يوم اكتر، وهي الجنموجي. والجنموجي هي دمج الكلمتين جنراتيف ايموجيز، وهي نفس فكره الايمج بلاي جراوند بالظبط، بس انت بتكست بسيط او وصف بسيط تقدر تعمل ايموجي بيعبر عنك وبيعبر عن المواقف اللي بتعيشها كل يوم. والموضوع بسيط جدا، يعني انت لو جيت عايز تبعت رساله وجيت عملت كليك على موضوع الايموجي، هتجيلك الانترفيس العاديه اللي انت بتشوفها كل يوم، بس هتلاقي ان بقى عندك حاجه اسمها describe an emoji. فلو جيت كتبت مثلا emoji eating pizza، هياخد وقت في البروسيسنج، بس هيديني examples برضو زي في الايمج بلاي جراوند، واختار منها الايموجي اللي يناسب السيتويشن بتاعي او اللي يعجبني واللي انا اقدر ابعته، وهيدول هيتعمل لهم سيف عندك بعد كده، وتقدر تستخدمهم اكتر من مره بعد كده. فبقت الايموجيز بيرسونلايزد وبقت شخصيه اكتر، ما بقتش انت بس بتستخدم الايموجيز الستوك اللي موجوده على التليفون. ثالث حاجه هنتكلم عنها واللي هتعتبر اهم حاجه في الاي او اس 18.2 وهي سيري، وهي ان دلوقتي بقى في شات جي بي تي انتجريتد في سيري نفسها. يعني انت دلوقتي لو جيت سالت سيري سؤال وهي مش عارفه الاجابه بتاعته، بدل ما هتقول لك I find this on the web او هتطلع لك لينكس معينه انك تخش عليها، هتقول لك هل توافق ان انا ابعت السؤال ده لشات جي بي تي؟ فلو انت وافقت هتبعت السؤال لشات جي بي تي، وهتبعت لك النتائج اللي موجوده على شات جي بي تي نفسه. يعني لو جينا دلوقتي سالناها سيري who's winning the US elections in 2024? Do you want me to use ChatGPT to answer that? Yes, please. I might not have the latest updates. For the most complete and up-to-date information about the US election, please visit news sources like the Associated Press and Reuters, or check with your state or local election authority. طبعا زي ما احنا شايفين دي الاجابه دي اللي جايه من شات جي بي تي. الشات جي بي تي ما عندوش الاجابه الدقيقه لان لسه الانتخابات تعتبر ما خلصتش، بس الفكره كلها ان هو السؤال انا سالته لسيري ما عرفتش تجاوب السؤال، فبعت للشات جي بي تي وجابت لي الاجابه اللي موجوده على شات جي بي تي، واللي تعتبر وبنسبه كبيره هتكون ادق من الاجابه بتاعت سيري نفسها.
بس مع الوقت سيري هتتطور وهيبقى فيها ابديتس اكتر، ومع الوقت ممكن تلاقي نفسك ما تحتاجش تستخدم شات جي بي تي. بس الموضوع ده هياخد وقت شويه لان ابل متاخره في موضوع الذكاء الاصطناعي ومحتاجه ديفلوبمنت كتير عشان توصل ان سيري تبقى بنفس كفاءه شات جي بي تي. وهي دي اهم الحاجات اللي هنشوفها في الاي او اس 18.2 واللي هنشوفها في شهر 12 اللي جاي. وصراحه يمكن تكون ابل متاخره شويه في المنافسه مع شركات كتير زي سامسونج او جوجل، بس الفكره او السبب اللي ورا ابل في التاخير ده ان ابل دايما كشركه بتحاول دايما تحافظ على بيانات العملاء بتوعها، بتحاول دايما تخلي البيانات دي على طول على التليفون واي بروسيسنج يكون بيتعمل على التليفون. لكن دايما زي ما احنا عارفين خدمات الذكاء الاصطناعي بتعتمد على الكلاود سيرفيسز، وبتحتاج انك بياناتك دي سواء الاسئله اللي انت عايز تعرفها او بياناتك الشخصيه انها تتبعت للسيرفر عشان يتعمل لها بروسيسنج وتقدر تفيدك وتقدر تخدمك بالطريقه اللي انت عايزها. وعشان كده ابل كانت بتحاول تلاقي طريقه انها ما تخليش بياناتك تطلع بره بصوره كبيره، او انها تحافظ على بياناتك حتى على السيرفر اللي هيطلع له البيانات بتاعتك عشان يتعمل لها بروسيسنج وتنفذ لك الطلب او الخدمه اللي انت عايزها عن طريق الذكاء الاصطناعي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.